زي ما انتم شايفين قدامكم كده يا جماعه تطبيق سيا. شايف معايا قد ايه؟ مش عارف الصوره واضحه عندكم ولا لا. حوالي 800 جنيه هنعمل بيهم سحب دلوقتي. تطبيق سيا اللي هنشرحه ده النهارده تطبيق يعني شغال كويس الفتره دي، احسن من تطبيق عمار. تطبيق عمار ريح شويه. نبدا بقى نشتغل على سيا لاني حرفيا شغال مظبوط دلوقتي. تمام. التطبيق دوت بيشتغل يعني بتوثيق، بيشتغل تكسب منه فلوس ازاي، بيرد على الرسائل وكده. تسحب فودافون، اتصالات، اورنج. لو انت من بره مصر في سحوبات يعني تناسب الدوله اللي انت منها. فيلا بينا من غير رغي كتير نبدا بقى في الشرح العملي. يلا بينا. طبعا يا باشا دخلت على اوبشن السحب كده. ماشي، هسحب 780 اهو فودافون. تمام. بيقول لك ادي استفدت حس السحب اليوم ويرجى العوده غدا. تمام. عادي مش مشكله، انا هسحب بكره، هرجع اسحب بكره، مفيش اي مشكله يعني. تمام. فهو التطبيق يا جماعه يعني جميل جدا، مش ما سحبش معايا، مفيش اي مشكله. تمام. تعال نخش الاول حاجه على اوبشن اللي هو مركز التحكم. ده انت بتعمل منه توثيق التحكم من الجنس اهو قدامك اهو. تمام. تمت الموافقه على الجنس. تمام. دلوقتي دي كلمه الدخل اللي فيها يعني الحاجات اللي انت جمعتها، الجواهر اللي انت جمعتها اهو. ال 30 عاملين 156 جنيه، وانت على حسب الدوله اللي انت منها هتلاقي بقى المبلغ مكتوب عندك هنا. انا مستغرب اصلا ما سحبتش امبارح وجاي لي كده. هي ساعات الرساله دي لما بتجيلي بستنى بعدها بيوم وبسحب يعني، والسحب بيشتغل معايا سريع. ولو الدنيا ما ظبطتش معايا هكلم الدعم يعني، مفيش اي مشكله. لو حد معاه رساله زي كده وداخل معايا الوكاله انا هحلها له يعني، مع ان معايا الاداره بكلمها. تمام. يبعت له الاي دي بتاعه ويقول لي انا تبعك على الخاص يعني على التليجرام، وانا هحل له المشكله ان شاء الله لو في مشكله زي كده. تمام. دي طبعا رساله هتلاقي الشاشه عندكم مسوده. هبدا ارد عليها كده. تمام. دلوقتي يا باشا بقى عندك بقى سيا برعايه كاس العالم. هتدوس كده على الرسائل دي اللي هي في الصفحه الرئيسيه، تبدا بقى ترد على الرسائل اهوت. انت بتكسب جواهر او انا بكسب جواهر لما انا هبدا بالرد على الرسائل. تمام. ماشي. هنرجع كده طبعا، هندوس كده على الرسائل، تبعت بقى اي حاجه في الرسائل دي. تمام. دلوقتي بقى نرجع للملف الشخصي وندوس على كلمه مهام. ركز معايا في كلمه المهام دي. تمام. بص يا باشا، هي طبعا بتحمل، استنى شويه عليها وتدوس على المهمه الرسميه دي. بيقول لك تارجت المسج رساله. يعني انت مثلا لو بيقول لك لو جمعت اهو اللي فوق ده تاخد اللي تحت ده، جمعت اللي فوق ده تاخد اللي تحت ده. شفت حتى يا جماعه الحاجات اللي هنا 100%. انت متخيل يعني ايه؟ يعني انت مثلا جمعت 1500 جوهره هتاخد 1500 جوهره. ماشي. دي يعني مسات في التطبيق وكده اهي. تمام. اهي شايف دي يعني حدث يا جماعه. تمام. فيا ريت يعني تشتغلوا عليه بقوه. تمام. لان الحدث ده ايوه يا لهوي ده فاضل له 9 ساعات ويخلص. يا لهوي ده 100%. انت تجمع ده حوار جميل قوي. 9 ساعات وينتهي. يا ريتني استغلته من الاول. انا اقول الناس شغاله ليه والتطبيق حلو ليه والناس عماله تجمع ليه. اتاري يا جماعه التطبيق فيه حدث وكده. تمام. ف بص يا باشا، رساله الترحيب دي انت بتظبطها بقى. عايز تحط فيها نص، تحط فيها صوره، تحط فيها رساله صوتيه، براحتك يا باشا. حطها من رساله الترحيب دي. تمام. وعندك السيتنج لو انت عايز تظبط اي حاجه تعمل الحساب. هو كل اللي انت بتعمله بتوثق وتبدا ترد على الرسائل وتخش تدخل كود الدعوه وانت داخل كود الوكاله هسيبه لك تحت في الديسكربشن. تمام. على قناه التليجرام. عندك طبعا دي مكالمات فيديو فوق اهو. وعندك دي طبعا لو انت عايز تتكلم فيديو يعني مش عايز خلاص برضه تحت. دي طبعا اللي هي البوستات اللي بتنزل اللحظات يعني. تمام. اللي جنبها بتاع كاس العالم دي اللي هي بتاع الحفلات اللي هي زي بتاع التيك توك، الرومات اللي الناس بيقعدوا فيها ويتكلموا ويدردشوا. حد بعت لك ايه، حد بعت لك حاجه. نفس النظام هو التطبيق دوت نفس نظام التيك توك وكده. تمام. انا شايف كده انا شرحت كل حاجه في التطبيق. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا، واهم حاجه ركز معايا تظبط الملف الشخصي بتاعك اللي هو دوت. يعني ما انت مثلا الملف الشخصي ده اسم نون اهو، هتحط اسم وتحط صور في الباي وتحط بقى الطول والوزن والكلام ده كله عشان التطبيق يقترح حسابك. والافضل انك تحط صوره حقيقيه للبنت يعني، الافضل. مش عايز خلاص برضه عشان يقترح حسابك اكتر. سلام.